مشاهدينا السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. بالنسبه لاطباق الضيافه السهله جدا المختصره اللي ما كنوقفوش فيها بزاف في المطبخ، غادي نقدم لكم اليوم كاقتراح الطبق ديال اللحم طايب ومحمر في الفران، كيجي هشيش وكيجي رائع وملذ بالاعشاب المنسمه. فواحد الطنجره غادي نوضع فيها الماء حتى يغلى، ثم غادي نضيف واحد البصيله وغادي نضيف الملح الكافي اللي غادي ينسم لينا هذا اللحم. ثم غادي ناخذ اليازير، ورق الرند، البزار حبوب مخلطه بين البيض والاسود، سكينجبير، قعقله، بسيبيسه، الكمون حبوب، قليل من القرنفل، وغادي نضيفهم على هذا الماء باش يتلذذ لينا هذاك اللحم. غادي نضيف الكل الماء من بعد ما غلى. ثم غادي ناخذ طرف ديال اللحم. انا هنايا خديت هاد من جهه ديال الضلوع، كيكونوا هشاش وكيطيبوا دغيا. حاولت انني نقطعه باش يجي سهل في الاستهلاك وما يجيش وحتى في الطنجره يدخل فيها بسهوله. غادي نوضع هذا اللحم ديالي فوق هذا الماء، ثم غادي نخليه الوقت الكافي حتى يطيب لينا. بالنسبه للمرق اللي غادي يطيب فيه اللحم ما غاديش نرميه، هو المرق اللي كنبقى نستعمل كمرق اللحم، كنبقاو نسمعوا في الوصف العديد من الوصفات مرق اللحم. هذا هو المرق ديال اللحم. غادي نصفيه هذاك الماء وغادي نحتفظ به باش ندير به العديد من الوصفات. كنصفيه وكنفرقه في قراعي ونديرو في الثلاجه. من بعد ما طاب اللحم بقيت تنقلب فيه حتى طاب. غادي ناخذ واحد السكين، غادي ندكو، غادي نلقاه انه طايب مزيان ولا مسكه. في هذا الاثناء ما بقى لينا الا نصفيه، ناخذ هذاك اللحم نديرو في الفران. اما هذا المرق ديالو غادي نصفيه ونحتفظ به. هو هذا المرق ديال اللحم غادي نحتفظ به. اما اللحم فانا غادي ندهنو بالزبده ثم غادي ندخلو للفران. كندير القليل من زعفران الحر مع الزبده مع القليل من الملح وكندخلو للفران. وهذا المرق غادي نحتفظ به في الثلاجه، غادي نفرقوه في قراعي ديال الزيت وغادي نديروه في الثلاجه. فواحد الطبق ديال التقديم، من بعد ما تحمر معايا اللحم مزيان غادي ناخذه ثم غادي نوضعوه في طبق التقديم وغادي نزينو تزيين على حسب الاختيار. هو هذا اللحم ديالي من بعد ما تحمر كيكون طايب، فقط غير كندخلوه للفران حتى كيتشمع وكيتحمر وكينشف مزيان لانه طايب في الماء. الماء منسم بطبيعه الحال فهو كيجي لذيذ بزاف. ثم غادي نزين. انا بالنسبه لي اليوم غادي نزين بالبيض بالطوماط سوريز، درتها هكا في البيك فخوي، غادي نزين بها من الفوق، وايضا بالقليل من اللوز سلقته وقشرته وقليته في الزيت وغادي نزوق به. غادي ندير هاد الطوماط سوريز اللي ديجا درتهم في البيك فخوي على هاد الشكل. سلقت البيض وقسمت كل بيضه على جوج، غادي نزين به في الجوانب بهذه الطريقه. كيجي طبق سهل جدا لان ما خدمنا حتى شي عناء، فقط درنا الماء في الطنجره، نسمناه بالاعشاب المنسمه ودرناه حتى طاب وعاود دخلناه للفران. كتجي الطريقه سهله جدا وكنزينوه تزيين على حسب الاختيار ونقدموه بالصحه والراحه. هذا اللوز اللي سلقته وقشرته وقليته في الزيت، تيكون عندي واجد ديما كندير واحد الكميه مهمه ديال اللوز وكنسلقو ونقشرو ونقليه ونحتفظ به فقط غير في المطبخ. كيبقى ممتاز. فيما بغيت نزين به كنزين به وكنقدمو الطبق بالصحه والراحه. غادي نغطي على الطبق حتى المائده ديال الاكل عاد اللي غادي نعري عليه. هو هذا الطبق ديالي ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم وتجربوه. كميه كبيره ولا قليله فهو كيجي سهل في الطياب وبالصحه والراحه. وكاقتراح بالنسبه للطبق الثاني، انا قدمت السفه بالشعريه بالتعليكه ديال اللوز والجلجلان والفول السوداني كاوكاو. كنزينو على هذا الشكل ونزينو بالورد من الفوق ونقدمو بالصحه والراحه. كنتمنى ان الاقتراحات ديالي ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم. شكرا على حسن المشاهده، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. شكرا.